النهارده هنتكلم كده في كذا حاجة سريعة. الفيديو يكون قصير مش هيكون طويل. فأول كده فعل الجرس، اشترك في القناة وادينا لايك. في الأول كده هنتكلم عن خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي على الاعتذار للبعض والجمهور النادي الأهلي. طب هي أصلا ايه لازمتها يا كابتن خالد من الأول يعني؟ ايه لازمتها تعمل نفسك مشكلة ملهاش لازمة يعني؟ صاحبك على راسنا كلمه في التليفون بينك وبينه وعيط عليه، لكن مش لازم تعيط عليه على الفيس يعني ولا على الانستجرام ولا أي حاجة من السوشيال ميديا يعني. كابتن خالد، احنا كجمهور الأهلي عندنا أهم حاجة الكيان مش الأفراد. احنا جمهور الأهلي بنشجع الكيان مبنشجعش أفراد. مهما كنت عملت ومهما كنت نجم كبير، احنا بنشجع الكيان مش الأفراد، وأكيد طبعا حضرتك عارف كده. في حاجة تركز في الملعب أكتر من بره الملعب. دي كانت رسالة ظهرها كابتن خالد عبد الفتاح. تاني حاجة، محبش أتكلم عن فرق تانية، بس النهاردة كانت محكمة كابتن أحمد فتوح، وخد 3 سنين مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20,000 جنيه. يا رب ده يكون درس اتعلمت منه يا فتوح. وإن شاء الله تكون القادم أحسن ليك في الحياة. ويعني ما بلاش السرعة وبلاش الحاجات اللي انت كنت بتعملها دي، فركز برضه في الملعب أكتر من بره الملعب. بس احنا طبعا ملناش دعوة بالفرق التانية، يعني كل فرقة وليها جمهورها وكل جمهور وليه طريقته في التشجيع. احنا كجمهور الأهلي عندنا كيان أهم من أي حاجة. أهم من أي حاجة احنا بنشجع كيان مبنشجعش أفراد. دي حاجة التالتة اللي حبينا نتكلم فيها. الأهلي بيستعد إن شاء الله لماتش الاتحاد اليوم الجمعة الجاية. في لعيبة بتتمرن الحمد لله، وبس طبعا مع غير اللعبة اللي هي الدولية. وطبعا احنا بصراحة يعني أنا بحيي كابتن طاهر محمد طاهر. أنا أول ما كنت أول واحد كنت بعترض اللي هو يكون موجود في الملعب، بس بصراحة هو راجل بيجتهد، وكل مجتهد النصيب. يعني أول ماتش مع منتخب مصر جاب جول، فأنا بعتذر له. ده اعتذار رسمي كابتن طاهر محمد طاهر، يا رب يستمر على كده. اللي هو فعلا لاعب كويس بيهتم بنفسه، كرة بيجهزه بطريقة كويسة. فده اعتذار مني لكابتن طاهر محمد طاهر. هي تستمر على كده واحنا مستنيين منك كتير. فان شاء الله باذن الله ميعادنا الجمعه الجايه ان شاء الله مع مباراه الاتحاد. ان شاء الله الاهلي يقدم فيها مباراه كويسه ويكسبها. الاتحاد برضه فريق صعب جماهيري، فريق رخم، مع مدرب كويس مدرب جديد. فان شاء الله في وقتها هنتكلم على ماتش الاهلي والاتحاد. فحبينا بس نتكلم بس في الثلاث الحاجات دول. كابتن خالد، الرسالة الأخيرة لو عاوز تستمر في الأهلي ركز في الملعب. احنا بنركز مع اللعيبة اللي بتركز في الملعب مش بره الملعب. بره الملعب ما تنويش تعمل اللي انت عاوزه، بس انت ما تقولش انت بتعمل ايه انا بقى. فاحنا بيهمنا تركيز في الملعب اكتر من بره الملعب. ده كان معكم محمد الأهلاوي. فعل الجرس، اشترك في القناة.